قنبلة نارية بقطر حوالي 300 متر ودرجة حرارة عدت 4000 درجة مئوية. يا نهار اسود، ده ولا اكنها شمس نزلت على الارض. يعني الناس اللي كانوا قريبين من القنبلة اتحرقوا في لحظتها. ايه اللي هيحصل لو ضربوا منشأة فوردو النووية في ايران ونجحوا في تدميرها وايران قررت ترد عليهم بنووي؟ علشان اجاوبك على السؤال ده محتاجين نعرف تاريخ الحروب النووية على الكوكب اللي فشخناه. محتاجين نعرف اول قنبلة نووية اتضربت امتى واتضربت على مين وحصل فيهم ايه. السيناريو ده مجرد تخيله مرعب. سنة 1945 الدنيا كانت مولعة، الحرب العالمية الثانية وصلت لمرحلة الجنون، اوروبا تقريبا خلصت، المانيا استسلمت في مايو لكن اليابان كانت لسه واقفة على رجليها ورافضة الركوع، امريكا كانت بقالها سنين بتحارب في المحيط الهادي، خسرت آلاف الجنود والمعارك كانت دموية لأقصى درجة ممكن تتخيلها، خصوصا في معركة اوكيناوا. اليابانيين كانوا بيحاربوا لآخر نفس، مفيش استسلام، مفيش تراجع، حتى المدنيين كانوا بيشيلوا سلاح. وقتها الرئيس الأمريكي هاري ترومان، وده الرئيس رقم 33 للولايات المتحدة، كان لسه ماسك الحكم بعد روزفلت الرئيس رقم 32 فرانكلين روزفلت، وكان لازم ياخد قرار مصيري، يا يدخل اليابان غزو بري وساعتها هتكون الخسائر ضخمة جدا، يا يدور على حل نهائي وسريع. بس الحقيقة ان امريكا كانت بتحضر للحل ده من زمان. في مشروع سري جدا اسمه مشروع مانهاتن بيجمع علماء من كل انحاء العالم، والهدف تصنيع اول قنبله ذريه في التاريخ. الراجل اللي كان ماسك المشروع اسمه روبرت اوبنهايمر، وبيشتغل مع علماء من طراز تقيل جدا زي ريتشارد فاينمان، انريكو فيرمي، ونيلز بور. وفي 26 يوليو 1945 التجربه الاولى نجحت، قنبله اسمها ترينيتي، رموها في صحراء نيو مكسيكو. وقتها اوبنهايمر قال جملته الشهيره: انا اصبحت الموت، انا مدمر العوالم. ومن هنا امريكا شافت ان السلاح ده ممكن ينهي الحرب في ثواني بضربه واحده بس. لكن السؤال كان يضربوا فين ويبدا الكابوس منين؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتنزل على القناه. انا كريم بنزيما من سكرين فروم هيستوري، صرخه من التاريخ. بعد ما التجربة النووية الأولى نجحت بدأت أمريكا تحط الخطة. مجموعة من الضباط والعلماء عملوا قائمة بأهداف محتملة للقنبلة. القائمة كان فيها مدن يابانية كتير، بس في النهاية استقروا على 5 مدن بس: كوكورا، نيجاتا، كيوتو، ناجازاكي، وهيروشيما. بس استبعدوا كيوتو في اللحظة الأخيرة لأنها مدينة تاريخية ودينية، وكان في ضابط أمريكي اسمه هنري ستيمسون بيحبها جدا، راح قبل كده وحفل جوازه كانت فيها، وقال لهم ما تدمروش جمالها. وبعد تحليل جغرافي لل5 مدن استقروا على هيروشيما إنها أول اختيار ليهم. والسؤال هنا اشمعنى هيروشيما؟ لانها كانت مركز عسكري مهم جدا، فيها القاعده الثانيه للجيش الياباني وميناء وخطوط سكك حديد. وكمان لحد الوقت ده هيروشيما ما اتضربتش بالقصف التقليدي، يعني المدينه سليمه بالكامل، وده كان مهم لامريكا علشان تشوف تاثير القنبله بوضوح. ومن هنا بداوا يجهزوا القنبله اللي هتستخدم، وكان اسمها ليتل بوي، الولد الصغير. كانت بتستخدم اليورانيوم 235 ووزنها حوالي 4 طن. في نفس الوقت ده كانوا بيجهزوا قنبلة تانية اسمها فات مان، الرجل التخين. دي كانت بلوتونيوم وهي اللي هتتضرب بعد كده على ناكازاكي. تم اختيار طيارة خاصة لتنفيذ المهمة كان اسمها إينولا جي، ودي كانت طيارة من طراز بي 29 واللي كان بيقودها هو الكولونيل بول تيبتس. وفي يوم 25 يوليو 1945 الرئيس ترومان وقع القرار النهائي: القنبلة هتتضرب أول ما الجو يبقى مناسب. لكن قبل الضربة حاولوا يبعتوا إنذار. في 26 يوليو 1945 أمريكا وبريطانيا والصين أصدروا إعلان اسمه إعلان بوتسدام. الإعلان ده كان عبارة عن تحذير رسمي لليابان: استسلموا فورا أو استنوا دمار سريع وشامل. نص إعلان بوتسدام أن تستسلم اليابان استسلاما كاملا بدون أي شروط. ولكن رئيس الوزراء الياباني سوزوكي كان ليه رأي تاني. اليابان رفضت على طول، ورئيس الوزراء سوزوكي قال إنهم هيتجاهلوا الإعلان. هم ما كانوش فاهمين حجم اللي جاي. اليابانيين كانوا متوقعين قصف تقليدي زي اللي حصل في طوكيو، لكن ما كانوش يعرفوا إن في سلاح جديد ما فيش زيه في العالم بيتجهز دلوقتي. الطيارين الامريكان ابتدوا يتدربوا على المهمه. تم تجهيز قاعده في تينيان في جزر الماريانا، وده كان مقر الطياره إينولا جي. وفي اول اغسطس القنبله ليتل بوي الطفل الصغير اتجمعت بالكامل واتشالت بحرص شديد جوه الطياره. كانوا عاملين كل الحسابات حرفيا: ارتفاع الطيران، توقيت التفجير، سرعه الهروب، وحتى سرعه الرياح. وفي يوم 5 اغسطس بول تيبتس سمى الطياره على اسم امه إينولا جي، وقرروا الضربه هتكون في الفجر يوم 6 اغسطس، والساعه 3 الا ربع صباحا الطيارة طلعت من تينيان وعليها أكبر سلاح في تاريخ البشرية. الجو كان صافي وهيروشيما نايمة ومحدش حاسس إن الموت طالع له من السماء.
الساعة كانت بالظبط 8:15 صباحا يوم 6 أغسطس 1945. الطيارة انولا جاي وصلت فوق هيروشيما. المدينة تحتها فيها أكتر من 300 ألف نسمة، وفي إحصائيات بتقول إنهم كانوا أكتر من نص مليون بني آدم عايشين حياتهم عادي بشكل طبيعي جدا. ولكن بول تيبتس أمر بإسقاط القنبلة من ارتفاع حوالي 9400 متر. القنبلة نزلت وخدت 43 ثانية بس لحد ما انفجرت على ارتفاع حوالي 600 متر فوق المدينة. يعني القنبلة انفجرت قبل ما توصل للأرض أصلا. الانفجار كان مرعب، قرى نارية بقطر حوالي 300 متر ودرجة حرارة عدت 4000 درجة مئوية. يا نهار اسود، ده ولا أكنها شمس نزلت على الأرض. يعني الناس اللي كانوا قريبين من القنبلة اتحرقوا في لحظتها من غير ما يحسوا، كمان ماتوا في جزء من الثانية. يعني أعتقد الناس دي مش عارفة سبب وفاتهم أصلا. وفي ثانية واحدة انهارت المباني واتبخرت الأجسام. الضغط الناتج عن الانفجار دمر كل حاجة في محيط 1.6 كيلومتر، والنار انتشرت بسرعة رهيبة في باقي المدينة. حوالي 70 ألف شخص ماتوا فورا في لحظة، نصهم تقريبا أطفال والباقي نساء، وعشرات الآلاف اتصابوا بحروق وتشوهات ما يتوصفش شكلها. واللي ما ماتش من الانفجار مات من الإشعاع بعد أيام أو شهور. الناس ما كانتش فاهمة أي حاجة، مش فاهمين إيه اللي حصل. ما كانش في أي تحذير، ما كانش في حتى صوت طيارات كتير زي ما متعودين. أمريكا غفلتهم وبعدت 3 طيارات بس علشان ينفذوا المهمة، وكان من ضمنهم الطيارة انولا جي اللي نفذت المهمة. كانت ضربة واحدة بس من السماء قلبت مدينة كاملة لجحيم. وبعد ما الطيارة رجعت، أمريكا أعلنت رسميا إنها استخدمت قنبلة ذرية جديدة، وإن اليابان لو ما استسلمتش في واحدة تانية في طريقها ليهم. اليابان كانت في حالة صدمة، لكن الحكومة لسه مترددة. الجيش الياباني كان مصر إنه يكمل رغم إن الإمبراطور هيروهيتو بدأ يقلق من حجم الكارثة. مدينة كاملة اتمسحت من على الخريطة في ثانية. وفي 9 أغسطس 1945 أمريكا ما استنتش كتير. طيارة تانية من طراز بي 29 اسمها بوكسكار بقيادة الرائد تشارلز سويني طلعت ومعاها القنبلة التانية. فات مان الراجل التخين. المفروض كانوا يضربوا مدينة كوكورا، لكن بسبب السحب والدخان غيروا الاتجاه وضربوا ناكازاكي. القنبلة دي كانت أقوى ب10 أضعاف من قنبلة هيروشيما، بس الجغرافيا بتاعت ناكازاكي أنقذتها شوية عشان فيها جبال كتير. رغم كده مات حوالي 40 ألف شخص فورا في لحظتها، والعدد زاد بعدها بسبب الإشعاع. والرسالة كانت واضحة جدا، أمريكا تقدر تمسح مدينة كاملة في لحظة، وممكن تضرب تاني وتالت. وبعد الكارثتين دول ما بقاش في مجال للتردد. الامبراطور هيروهيتو اخذ القرار بنفسه واتكلم لاول مره في اذاعه اليابان يوم 15 اغسطس 1945 وقال انهم هيستسلموا. وده كان اول صوت يسمعه الشعب الياباني من الامبراطور. والحرب العالميه الثانيه رسميا خلصت يوم 2 سبتمبر 1945 لما اليابان وقعت وثيقه الاستسلام على متن البارجه الامريكيه USS ميزوري. لكن القصه ما خلصتش. في هيروشيما وناجازاكي الاشعاع فضل يقتل الناس لسنين قدام. اطفال اتولدوا مشوهين والاف ماتوا بالسرطان، والعالم كله شاف لاول مره رعب القنبله النوويه. روبرت اوبنهايمر اللي اخترع القنبله قال الفيزياء عرفتنا الخطيئه. ومن يومها هيروشيما اصبحت رمز للسلام. وكل سنه في نفس اليوم الناس بتقف دقيقه صمت علشان تفتكر ان العلم من غير رحمه ممكن يبقى دمار شامل. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتنزل على القناه. انا كريم بنزيما من سكرين فروم هيستوري، صرخه من التاريخ. بس كده، ودي الحكايه كلها. وبكده ابقى جاوبتك على السؤال اللي قلته في اول الفيديو، ايه اللي هيحصل لو قامت حرب نوويه؟ اعتقد انها هتبقى نهايه العالم فعلا. انا كريم بنزيما من سكرين فروم هيستوري، صرخه من التاريخ.